انا عايزه بقى حد دلوقتي يقنعني ليه القرصه دي بتتباع ب8 جنيه لما اروح الفرن واجيب 3 وسعرهم كل واحده 8 جنيه، واضرب كده المبلغ كله في قلب بعضه والاقيه عدى ال20 جنيه. يا لهوي على اللي بيحصل ده، انا عملت كل الكميه اللي انت شايفاها ديت من 4 كوبايات دقيق، وقد ايه طريه وهشه وحجمها كبير زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، ده حتى اللي بتتباع بره ما فيهاش سكر، دول حاطين لحسه سكر. تعالي كده الأول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقولك على الطريقة ازاي تطلعيها أحلى من بره، وكمان ب4 كوبايات دي هتعملي ضعف الكمية. معايا 1 1/4 كوباية من اللبن القاطع أو اللبن الرايب أو اللبن العادي أو حتى مية. حطيت عليهم 3 معالق من السكر عشان تكون طعمها حلو، وكمان حطيت معلقة كبيرة من الخميرة. قلبت كله مع بعض ونزلت ب4 كوبايات من الدقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه دوت دقيق بيتباع في كل المحلات دلوقتي، حاليا سعر الكيلو 20 جنيه. استخدمت نص كيلو ب10 جنيه. حطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، وهحط النص كوباية دلوقتي معاكي. بس اقلب كده شوية العجينة في قلب بعضيها. يلا بقى منشن وشير عشان الكل يستفيد. قرص طعمها حلو قوي قوي قوي، تنفع ايام الامتحانات اللي احنا فيها، تنفع في الصيف واحنا رايحين النادي، تنفع في اي وقت، مش هتقولك لا. نزلت بنص كوبايه الدقيق التانية، حطيت عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر او حتى كيك شيف، ورشة ملح بسيطة. هفضل اقلب كله مع بعضه لحد ما العجينة تتعجن معايا بالشكل ده، هتكون بتلزق وبتمط معاكي ودوت المطلوب. هننزل ب1/4 كوباية من الزيت، ولو مفيش زيت تقدري تستبدليهم ب2 معلقتين من السمنة، بس الزيت هيدي مفعول حلو قوي وهيعمل كده للعجينة هشهشة كده حلوة جدا، وهيخليها طرية وطعمها حلو قوي. هنعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه لحد ما تتعجن بالشكل دوت. مش هتاخد منك 3 4 دقايق عجن، بس النتيجة هتكون ممتازة. كده خلاص بقت معايا تمام. هدهن الطبق شوية من الزيت واحط عليها شوية من الزيت، واغطيها بكيس بلاستيك او استرتش ريب، واسيبها على رخامة المطبخ لحد ما تخمر معايا. في الوقت دوت هجيب بقى نص كوباية من السكر، عليها معلقة كبيرة من القرفة، واقلب كله مع بعض. وحب وشوية مية صغيرين، رشتين كده من المية او معلقتين 3 كده. انا عايزة بس الخليط دوت يكون معايا كده عامل زي المعجون عشان ما يقعش من القرصة وانا بقفلها. طبعا عايزة اقولك ادهني ايديكي الزيت علشان خاطر العجينة بتلزق شوية، فرشة زيت بسيطة كده في كف ايديكي عشان تقدري اللي انتي تشكليها. بعد ما خمرت معايا هاخد بقى قطعة حلوة كده من العجين، واعملها زي ما انت شفتي، واروح حاطه فيها معلقة كبيرة بقى من السكر اللي عليه قرفة. طبعا تقدري تستبدلي القرفة من غير حاجة، يعني لو مش بتحبي القرفة يبقى سكر بس. وطبعا تقدري تعمليها سادة هتطلع معاكي جميلة جدا. انا هنا بعمل القرص بس تكون حجمها كبير شوية. بسم الله ما شاء الله القرصة كبيرة، يعني انت لو قطعتيها نصين، نص واحد بس يبقى قد الواحدة اللي بره اللي بتتباع ب8 جنيه 9 جنيه دي. هرصها بقى في صينية، والصينية هتكون مدهونة دهنة بسيطة من الزيت. وطبعا كل ما الزيت يقل من ايديكي تدهني ايديكي زيت عشان خاطر بس ما تلزقش في ايديكي. والحشوة بقى بتاعتك انت عايزة كتير عايزة قليل براحتك خالص، ممكن تستبدلي الحاجات المسكرة اللي احنا حاطينها السكر ده بحتة جبنة لو انت حابة يعني. كده خلاص انا عملت هنا صينية كبيرة وصينية صغيرة، دي الصينية الصغيرة حجم القرص صغيرة يعني. هبططها بقى واسيبها تخمر قد نص ساعة، او ممكن تبقى ساعة على حسب يعني الايه المطبخ عندك. هدخلها بقى، دي القرص الكبيرة، واللي تحت الصينية اللي تحت القرص الصغيرة. هدخلها بقى الفرن على فرن سخن قبليها ب5 دقايق، وتكون درجة الحرارة 180. مش هشغل الشواية. اول ما تخرج من الفرن بخ عليها بخة مية وغطيها بفوطة نظيفة، وسيبيها 3 دقايق تهدى بس. وكلي ودوقي بقى احلى قرص طريه حلوه جدا طعمها حلو. السوا بتاعها ممتاز من غير ما تشغلي الشوايه، هتتحمر الوش بتاعها. بسم الله ما شاء الله، حكايه. هسيبك تجربيها.